السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير، ويلا نبلش الفلوج. الفلوج اليوم راح يكون شوي مخربط، فخلينا نقعد هون نظبط القعده عشان احكي لكم بالضبط ايش صار معنا اليوم. اول اشي قبل ما نبلش الفلوج بتمنى انه يومك يكون اجمل من يومي، بتمناك انك تكون سعيد، بتمناك انك تكون شغال من اعماق قلبك. حاليا يلا نبلش قصة الفلوج. اول شيء رح نعمله بالفلوج، امبارح رحنا مكان موجود على الجبل، وصراحه المكان هذا انا زرته من قبل بس ما عمري صورته، عشان هيك رحت وصورت لكم اياه. شوفوا المكان. المكان اللي احنا موجودين فيه حاليا قصر من القصور الكورية القديمة، بس الحلو بهالمكان انه موجود على جبل، بس بنفس الوقت القصر فيه مطعم وكافي شوب. اغلب الناس تيجي هون عشان تستمتع بالمنظر، مش عشان تزور الكافي او المطعم، لانه هون المناظر جدا جدا جميلة. راح اترككم مع شوية هالمونتاج لانه صراحة ما راح اقدر اشرح لكم ولا اي شيء، لازم تشوفوا انتم بعيونكم. 사랑했지만 내가 부족했었나 봐. 혹시 우연이라도 한순간만이라도 널 طبعا المكان هذا انا بالنسبه لي افضل انك تيجي عليه بالليل اكثر من النهار، ما بعرف ليش ارتحت هون اكثر، مع انه شوب وحر بس بالليل اجمل. نكون خلصنا من المكان هذا، حاليا لازم نرجع لابراهيم الموجود في الصبح. بعد ما خلصنا من المكان انتقلنا لليوم الموجودين احنا فيه حاليا، واليوم اول شيء عملناه الصبح رحنا وطلعنا بطاقة البنك، واخيرا 요거 써주세요. بطاقة جديدة. اهلا وسهلا في البطاقة بالمحفظة من جديد. كثير منكم اساء الفهم، او ما بعرف صراحة انتم اسأتوا الفهم او انا اني ما عرفت اوصل لكم المعلومة كويس، وقعنا الاغراض على الارض. اللي انا كنت بقصده انه انا ما كان معي مصاري بس لمدة 4 ايام، لانه بطاقتي ضاعت فالمصاري تجمدت في البنك، والحمد لله خلص 4 ايام طلعنا البطاقة وحاليا نقدر نستخدم المصاري. باخر فلوج انا نزلته ما بعرف اذا انتم اسأتوا الفهم او اني انا اسأت التوضيح لكم، فخلينا نقعد شوي عشان اوضح لكم اكثر. بس خلينا نرتب القعدة، نروح نقعد عند الضوء عشان الاضاءة تطلع بيرفكت. نجرب هيك اضاءة كيف. دائما اضاءة الشمس احسن من الاضاءات الاصطناعية، بتكون هيك اوضح. صح انه المنشفة هون عادي ولا نشيلها؟ خلينا نشيلها. طيب الموضوع اللي بنحكي عنه انه لما انا باخر فلوج شرحت لكم انه انا بطاقتي ضاعت، بتعرفوا يعني انا لو بتعرفوا انتم رقم حسابي، انا متاكد اقل شيء يمكن معي $50,000. فالله يسعدكم يا رب. شخص انا بس كان وضعي انه لمده 4 ايام ما كنت قادر اسحب المصاري موجوده بس في البنك، فما كنت قادر اني اسحبها. وغير هيك انا الحمد لله اهلي بيصرفوا علي، الله يطول بعمره، الوالد هو المسؤول عن مصاريفي، لانه زي ما بتعرفوا انا بدرس على حسابي الشخصي. طول ما هو فوق راسي ان شاء الله انا ما بحتاج ولا اي مصاري ابدا. واكيد انتم كمان، انتم الله يسعدكم. عن جد انصدمت لو تعرفوا كميه ناس تواصلوا معي على الخاص، ابراهيم بترجوني ابعث لهم رقم حسابي. فالله يسعدكم يا رب. الحمد لله انا كويس، ويعني انا مش بحاجه غير شيء، بس انا بحاجه دعمكم. وعن جد الله يسعدكم يا رب. شخصا حاليا خلص بكفينا حكي، طولنا حكي. وكيف القعده هون؟ احكوا لي اذا عجبتكم عشان نعتمدها. انا حاسس انه الاضاءه هون كويسه، بس لازم نجيب كرسي اطول تطلع 100%. وكمان شوي راح يجي علي مشعل عشان ننزل على انشون، لانه مش عارف بالفترات القادمه يمكن بعد اسبوع نعمل رحله، بس الرحله ما راح تكون مثل اي رحله، راح تكون يعني رحله نتنقل من مكان لمكان، فيمكن تكون لمدة 5 أيام أو 7 أيام. لحد الآن لسه مش عارفين شو الوجهات، بس ما راح تكون مثل أي رحلة إنه نروح وناخذ موتيلات أو إشي، لا راح تكون رحلة يعني نستكشف، نروح نقعد في جيست هاوس. لسه مش عارفين، خلينا نروح نقابل الشباب ونخطط معاهم، لأنه كل هاي الخطط من أجلكم أنتم. حاليا خلينا نغير على السريع ونضل طالعين. وهيك بنكون غيرنا، يلا نطلع. اليوم ما بعرف، كل اشي رمادي، البلوزه والطاقية حتى البنطلون حتى الشوز. يمكن تسالوني ابراهيم ليش كل ملابسك رمادي برمادي؟ لانه كل ملابسي بالغسيل ومش ضايل غير الرمادي في رمادي. وحاليا مش على الوصل، خلينا نطلع. خلينا ناخذ معنا بيتزا وناكلها على الطريق، لانه لحد الان احنا ما تغدينا. 안녕하세요. 감사합니다. I got lots of pressure, lots of stress on me. Independent, I got people that depend on me. Knew you was a fit, you can't pretend on me. What I used to spend on you. وهيك بنكون خلصنا تقريبا لنا ساعة قاعدين على هالخرابيش الموجودة هون. الحمد لله هيك بنكون خلصنا، ولسه مش عارفين رح نطلع الأسبوع الجاي بس أي يوم لسه ما حدا. وزي ما شفتوا بعد ما خلصنا الاستراتيجيات
بعد ما خلصنا الخطة الرحلة ان شاء الله انها راح تعجبكم باذن الله، لانه ما راح تكون رحلة زي اي رحل، راح يكون فيها شوية تعب، لانه الاماكن اللي اخترناها يعني اماكن صح انه كلها طبيعة بس فيها تسلق جبال وكهوف ووديان، ان شاء الله انه راح تعجبكم. بعد ما خلصنا من تخطيط الرحلة رحنا وشربنا عصير. صامدة spend on me. Somehow all these problems keep on landing on me. I went on a mission with. وباختصار هذا كان يومي، بتمنى فلوق اليوم عجبكم. صح انه مخربط شوي وصح انه يمكن يطلع قصير، بس حكيت اني انزلكم فلوق قصير انه بس اعملكم تحديث عن اخباري شو صار معي، احسن من اني ما انزلكم ولا اشي. وبالفلوق السابق انا حكيت لكم انه اسمنا راح نختاره بهالفلوق، بس لسه راح اجله كمان فلوق، لانه انا برايي الاسم لما احكي لكم اياه لازم الفلوق يكون فيه استمتاع اكثر من هالفلوق، لانه هذا الفلوق كان عادي، بس حبيت اني اعمل لكم تحديث زي ما قلت لكم، انزل لكم شويه اخبار لاني لي فتره قاطع، اسف جدا. فزي ما حكيت لكم ان شاء الله بالفلوق الجاي راح نحكي الاسم تبعنا، الاسم اللي راح ايش يسوي، خلاص حفظتوا انتوا، اللي راح يدمر ايش، خلاص انتوا عارفين. فبتمنى فلوق اليوم عجبكم، زي ما نحكي بنهايه كل فلوق. لا لسه ليش مستعجل؟ نسينا نحكي تحيه جرس الاشعارات. تحيه جرس الاشعارات اليوم راح تروح لنور من الجزائر. نور شكرا انك فعلت جرس الاشعارات، وخلينا نشوف التحيه بكره لمين راح تروح. وكثير ناس بيقولوا لي ابراهيم لا تحرك ايدك كثير، انا اذا ما حركت ايدي بعرفش احكي. خلينا نجرب اليوم احكي من غير ما احرك ايدي. وتحيه جرس الاشعارات اليوم راح تروح، طلع حاس حالي بالجيش. بس معلومة حاب اوضح لكم اياها، البني ادم علميا اللي بيحكي وهو بحرك ايده سرعة توصيل المعلومة للشخص اللي قباله بتكون اسرع، هاي علميا. واذا انت حاب انك تعرف عنها اكثر وتقرا حركة الايد وانت بتحكي على ايش بتدل وعلى ايش بتعمل، ابحث عنها واقرا، لانه انا متاكد انها راح تعجبك القصة وتصير كلياتكم تحركوا ايديكم وانتم بتحكوا. فباختصار راح اضل احرك ايدي هاي ما راح تتوقف، لا تفكروا انه بس اليمين عادي، لو مسكتها هيك حتى الايد اليسار تتحرك، كل شيء بيتحرك، كل شيء. مرة يعني ما بعرفش، مرات يمكن الجري كمان بيتحرك منيح، ما كسرنا الطاولة، ايد بترن كسرت. لا خلينا على تحريكة الايدين. بنكون وصلنا لنهاية الفلوج، بتمنى فلوج اليوم عجبكم. شوفوا صرت احرك ايدي اكثر. بتمنى فلوج اليوم عجبكم، زي نحكي بنهاية كل فلوج، خليك ايجابي، سلام. 날 만지던 네 손길 작은 손톱까지 다 여전히 너